السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ احلى متابعين في الدنيا. النهارده كنت في كارفور وشفت حاجات الخاصه بالجزء اللي هو الخاص بتاع السبلايز بتاع المدرسه، فقلت اصور لكم ونعمل جوله سريعه كده عشان تشوفوا الاسعار، تشوفوا ايه الحاجات اللي موجوده. هو في انواع كتير واشكال كتير مختلفه من كل حاجه، متهيألي مفيش حاجه هتحتاجوها غير لما تلاقوها في المكان، يعني موجوده هناك. فقلت تشوفوا يعني ايه الموجود، لو حد عايز يروح فيبقى عارف من قبل ما يروح ايه الموجود. وكمان كنت عايزه اتكلم معاكم في حاجه صغيره كده الاول واحنا بنعمل الجوله، بخصوص الدخول على المدارس. انا دلوقتي قبل ما ابدا، يعني قبل ما المدارس تبدا، انا بقعد مع ابني وبتكلم معاه عن الحاجات اللي ممكن تقابله في المدرسه، لان انا في طريقه تربيتي لعمر او لبناتي كمان، انا ما بستناش لما الغلط يحصل وبعدين اتكلم عنه، لا، انا بسبقهم بخطوه. يعني احنا مثلا رايحين نزور حد تعبان، فقبل ما نروح نزور بعرفهم اداب المريض، ان احنا ما ينفعش نعلي صوتنا، ان احنا هنقعد شويه صغيرين، ان احنا بعرفهم ايه اللي ممكن نعمله، ايه الصح، يعني ايه الحاجات الصح اللي هتتعمل، وايه اللي لو اتعمل يبقى غلط قبل ما نروح. مش بستنى لما نروح ويعملوا الغلط وبعدين ابدا اعاقبهم، لا، لان في فرق بين ان احنا بنعاقب وفي فرق بين ان احنا بنعلم. حتى يعني سيدنا ادم عليه السلام، ربنا لما كان هو في الجنه فقال له ما تاكلش من الشجره دي. فطبعا يعني في الاول بيعرفوا ان الغلط ايه قبل ما يحصل، بس لما بيحصل وهو عارف ان ده غلط بنبدا بقى ناخد الخطوه التانية اللي هو احنا نعمل عقاب. فانا يعني ماشيه بنفس المبدا، وده المبدأ المفروض اللي احنا نمشي بيه، لانه بجد بيجيب نتائج حلوة جدا مع الاطفال. يعني احنا مثلا قبل المدرسة انا قعدت اتكلمت معاه ان في اصحابنا مختلفين، هنلاقي احنا كلنا هناك مختلفين، مختلفين في الشكل، مختلفين في الادوات اللي بناخدها، مختلفين في الكلام، في الهوايات، ودي حاجة صحية وحاجة طبيعية، ويعني ده سر تميزنا. ما ينفعش ان حد يبقى مختلف عننا فاحنا نتريق عليه او نتكلم عليه، بالعكس، احنا بنستفاد من بعض ورايحين نتعلم من بعض ونتبسط ونقضي وقت حلو مع بعض. كمان كلمته عن اللمسة الحلوة واللمسة الوحشة، وازاي نقدر نميز بينهم، وازاي عاملين حدود لجسمنا ومش اي حد يلمسنا ومش اي حد يعدي الحدود دي. فالحاجات دي انا بعلمها له قبل ما يروح. كل ما بنيجي في موقف، قبل ما نبدأ الموقف ده او قبل ما يحصل الحكاية دي، ببدأ اتكلم الاول عن ايه اللي ممكن يحصل غلط او ممكن ايه اللي يتعمل غلط قبل ما يحصل. جربوا الحكاية دي مع اولادكم، صدقوني هتنفع جدا جدا. سواء بقى مثلا ان احنا خارجين رايحين نزور ناس، او ان احنا داخلين على مرحلة جديدة في حياتنا زي المدرسة، او ان احنا مثلا حتى في التمارين، ان احنا كان عمر على طول بيتعلق بالكباتن، فانا قبل ما نبدا التمارين اصلا فهمته ان الكباتن دي ايا كان في كابتن، اكيد الكابتن اللي بيتمرن معانا اللي بيمرنا لازم نكون بنحبه، بس في نفس الوقت الكابتن ده عامل مثلا يعني زي الوسيلة اللي بتوصلنا للمكان اللي احنا عايزينه. احنا هدفنا ان احنا مثلا نتعلم سباحة، فالكابتن ده الوسيلة زي كده، يعني ايه، لما نيجي رايحين في مكان فبنركب عربية عشان نروح المكان ده، فالعربية دي هي الوسيلة، فالكابتن هو الوسيلة. اه لازم نكون بنحبه ونكون مرتاحين له، بس يعني لو الكابتن اتغير، يعني احنا صحينا من النوم لقيناش العربية بتاعتنا شغالة، مش هنخرج نروح المشوار اللي احنا عايزينه، لا بالعكس، هنروح بس هنحاول ناخد، يعني نفكر في حل. فاحنا الكابتن مشي، خلاص هنوقف سباحة؟ لا، احنا هدفنا السباحة، والكابتن هو اللي هيوصلنا ان احنا نتعلم سباحة. فخلاص يبقى حتى لو الكابتن اتغير او جه كابتن تاني، لان ده وارد، يبقى ده احنا ايه، بديله فكرة ان هو يتقبل الموضوع من قبل ما يحصل. وفعلا حصل كتير طبعا، وغيرنا اكتر من كابتن، وعمر الحمد لله في كل مرة بيحاول نختار كابتن يكون هو مرتاح له، بس في نفس الوقت متقبل فكرة ان الكابتن لو اتغير عادي، لان احنا هدفنا ان احنا نتعلم وناخد بطولات، مش هدفنا الكابتن نفسه. فالطريقة دي في التعامل مع الاطفال صدقوني هتفيدكم جدا وهتريحكم جدا، وهتقلل حاجات كتيرة قوي ممكن تعملوا يعني تحصل من قبل ما تحصل. الازايز دي بتاعت تانك سعرها خزعبلي، سعرها غالي جدا. الازازه السوداء دي شبه اللي انا كنت جايباها لعمر بالظبط، بس انا طبعا كنت جايباها بارخص من كده بكتير لانها مش تانك. ودي اللانش بوكسات بتاع ان ديزاين. فقبل ما منهي الموضوع اللي انا كنت بتكلم عنه، هو دي الحته الصغيره اللي انا كنت حابه اكلمكم عنه، ودي النصيحه اللي حبيت اديها لكم في الفيديو النهارده، عشان ما يبقاش فيديو بس كده نتفرج على الحاجات بس، يبقى برضو في حاجه مهمه، لان انا بحب افيدكم فعلا في فيديوهاتي، ما بحبش اعمل فيديوهات وخلاص. ويلا بقى نكمل الجوله مع بعض، فيا رب الفيديو يعجبكم. دي لانش بوكسات كنت شايفاها كانت شبه اللي انا جايباه للبنات، بس نوع تاني مش فاكره كان اسمه ايه، بس ده بيبقى معاه زي
بوتل يعني علبة كده صغيرة للصوصات او الحاجات دي، زي اللي بتيجي في اللانش بوكس بتاع سيستيما. ودي برضو لانش بوكسات تانية انواع كتير، هي اللانش بوكسات كانت كتيرة جدا هناك باسعار مختلفة جدا، وكان فيها حاجات حلوة. انا حاولت اوريكم يعني اكترية اللانش بوكسات اللي موجودة. ودي الشنط برضو كان في اشكال شنط كتير، بس يعني في منها كان حلو وفي منها كان عادي. الشنط بتاعت الاطفال اللي تنفع كي جي 1 او كي جي 2 دي كانت حلوة قوي بصراحة، وكانت خامتها حلوة. يعني انا مسكتها وكانت خامتها حلوة. وفي شنط تانية خفيفة شوية. منترا هناك الشنط ب220 تقريبا، الشنطة منترا. بس منترا حسيت ان هي خفيفة على المدرسة، مش هتتحمل كتب وتتحمل الحاجات دي. انا جايباها لولادي بس جايباها للتمارين، اللي هي الزرقاء اللي في حد مسكها دلوقتي دي هوريها لكم، يعني هتشوفوها دلوقتي اهي. دي الشنط دي ب240 جنيه كلها، اللي هي الاشكال دي. دي انا بصراحة ما مسكتهاش، ما شفتش الخامة، بس دي كل الاشكال دي تقريبا نازل عليها عرض ب220 أو 250 تقريبا، سوري. الورقة هتلاقوها مكتوبة تحت حوالي 250. ايوه 250. ومنترا كان نازل عليها عرض ب220. منترا اللي هي السادة، اللي هي اللي جنبها على طول. دي ايوه هي دي نازل. دي بقى نازل شبه الشنط بالظبط، اللي لو حد متابعني على القناة وشاف الفيديو بتاع تمارين السباحة، دي الفيديو دي الشنط اللي انا جايباها للتمارين للولاد، وبصراحه كويسه. بس هي خفيفه زي ما قلت لكم، ما اظنش ان هي هتنفع لاعمار كبيره ان هي تشيل شنط، يعني حاسه ان ممكن تتقطع. ودي كانت مقالم، كان المقالم ما كانش فيه منها كتير، كان نوعين، النوع ده والنوع التاني. ده اللي هو بيتفتح بمغناطيس، والناحيه التانية بيبقى فيه برايه، والزرار ده لو دوستي عليه بيفتح الدرج تقريبا بتاعه البرايه. انا شفتها قبل كده كتير. ودي التانية دي مقالم بسوستة كده، كانت دي ب99 ودي ب25. فحبيت اوريها لكم، بس هي يعني التشكيلة بتاعت المقالم مش كتير. هي حاجات بس اللي هي سبلايز بقى، الحاجات دي اللي انا هوريها لكم دي كتيرة جدا، وفيها حاجات اشكالها حلوة قوي. والله بصراحة كنت ماسكة نفسي بالعافية، لولا ان انا جايبة الحاجات الحمد لله، ويعني خلاص خلصت تقريبا. مش ناقصني بقى غير لما اشوف المدرسة يمكن محتاجة حاجة زيادة او حاجة، فما كنت عايزة اجيب الالوان دي لي برضو، اللي انا نفس الماركة اللي انا جايبة منها حاجات كتير للولاد. نازل منها يعني كل انواع الالوان تقريبا. ودي الستيكي نوت دي انا بجيبها وبستخدمها، بلزقها على اللانش بوكس الصبح لعمر، وبكتب له عليها اي حاجة، يعني اي حاجة بيني وبينه بقى، مثلا يعني عبارة تحفيزية او بحبك او ما لو عملت كده، يعني ايا كان بقى على حسب الموقف، كل يوم بكتب له حاجة جديدة. فبتبقى حاجة حلوة قوي. شفت قبل كده ان في بيبقى جاهز، بس انا حبيت ان انا اكتب بايدي، هتبقى احلى من الجاهز اللي هو افضل اكرره على طول اكرره، ومش حاسه ان هو يبقى فيه اي مشاعر، يعني ما حبيتوش. فحبيت فكره الستيكي نوت دي اكتر. ودي الفوم، ودي دباسات برضو. ف والدبابيس بتاع الدباسات والصلصال، بصراحه حاجات كتيره جدا. انا الستاند ده من الاربع جوانب في حاجات، فكنت بعد ما الف حواليه ارجع اكتشفت ان في جنب تاني، فبقيت عماله اطوف حواليه خايفه ان انا انسى اصور لكم حاجه. ودي كمان برضو تبع الالوان. انا بقى لما روحت ناحيه اللانش بوكس كده وجيت اتلفت، لقيت بقى ان في لسه حاجات تانية ما كنتش لسه صورتها. دي بالظبط نفس اللانش بوكس اللي انا جبتها للولاد، اللي هي زجزاج. ودي السودا، انا لما شفتها هي اخر واحده سودا اهي، لان الاسود انا ما كنتش لاقيه منه كتير، وعشان كده اضطريت اجيبه من ميني تاون تيم. هنا ب120، انا جايباه من ميني تاون تيم ب160 جنيه، عشان عمر عايز لون اسود. ففعلا انا هنا ما لقيتش غير واحده بس اسود، وانا لو ما كنتش اشتريت بتاعه ميني تاون تيم انا عارفه ان انا كنت هروح مش هلاقي الواحده دي السودا دي. بس اللون الاسود فعلا كان قليل جدا. فانا جبت له، طبعا انتوا شفتوا الفيديو بتاع حاجات المدرسه، انا جايبها له من ميني تاون تيم. بس هي في كارفور هي حلوه جدا وب120. ودي بقية الحاجات بتاعت دي بقى لما اتلفت شفت بقى بقية الحاجات دي ما كنتش شايفاها. انواع كتير، اقلام رصاص وهنا بقى البرايات برضو من ديلي تقريبا. واللي هتشوفوا دلوقتي البراية التانية دي، النوع التاني ده زي اللي انا جايباه الولاد عندي، لا مش ده، النوع اللي جنبه. ايوه دي انا جايبة منها الولاد تقريبا 3. حلوة قوي برضو. هي ب 18 جنيه تقريبا في كارفور.
وشفت بقى اساتيك هوريها لكم دلوقتي، طقم كده على بعضه بس كان تحفه، يعني انا كنت ماسكه نفسي عنه بالعافيه. ودي البريات الضخمه دي انا بصراحه عمري ما جربتها، وما اظنش ان هي هتنفع الولاد في السن ده، بس هي بريه يعني بنت ناس، برايه كبيره كبيره يعني. انا كنت ماسكاها برايه حجمها كبير، بصوا يعني ماسكاها بايدي كبيره. فدي كانت برضو موجوده هناك، وكان اسعارها في ال 300 340 تقريبا اهي، وفي ب 200. دي بقى الاساتيك، فاكرين ارنوبي اللي انا وريته لكم في الحاجات اللي انا جبتها للولاد؟ ده بقى زيه بس تحفه. يعني انا لو ما كنتش جبت كنت ما، والعربيات دي حلوه قوي، كنت عايزه اجيب باكت منها لعمر. عجبني اكتر حاجه كمان اللي هي الجزره، هوريها لكم دلوقتي. هي الباكت فيها 4 ب50 جنيه. الجزره دي جميله يعني بجد، كانت حلوه قوي، مسكت نفسي يعني بالعافيه ان انا ما اجيبهاش، لان كانت حلوه قوي، وانا عندي مرض ان انا بحب الحاجات دي، فانا اصلا بحبها يعني، وانا بشتري ببقى مبسوطه وانا بجيب الحاجات دي، عندي سنه هيافه كده. فكنت حباها جدا يعني، كنت يعني ماسكه نفسي بالعافيه عشان ما اجيبش تاني ارنوب والعربيات والجزره. كانوا اكتر 3 عاجبني، ولما دخلت جوه لقيت فيه كمان كور هبقى اوريها لكم برضو، كان شكلها حلو قوي. والبراد دي انا جايبه منها برضو حلوه جدا. وده منظم اللي هو بتاع الاقلام اللي بتحط على المكتب، شكله جميل وفي منه الوان حلوه. هو 3/4 الحاجات اللي كانت موجوده نفس الماركه اللي هي دي اللي انا جايبه منها الولاد. ففي حاجات، هي حاجاتها انا مجرباها والله كتير، ففعلا حاجاتهم حلوه جدا جدا. ولقيت بقى اللي هي الكشاكيل السلك دي، طبعا دي انا مش هتيجي لعمر، بس انا قلت اصورها لكم لو حد محتاجها. في هناك اشكال كتير، كله ساده، ما فيش عليه حاجه، كل اللي موجود كان ساده. ولقيت بقى كمان اهي الاساتيك تاني، بس لقيت الشكل اللي هو بتاع الكور ده. الكور دي جميله برضو قوي. يعني بجد عجبوني جدا. وكان في الكتب الصغيرة أنا شفتها بالصدفة، بس دي ما اعرفش مكانها فين، بس كان في حد سايب كتب من الصغيرة دي، هبقى اوريها لكم. لما عملت الفيديو بتاع القراية للأطفال من سن صغير، كانت في ناس بتسألني على الكتب دي، فأنا لقيتها بالصدفة فصورتها لكم برضو، هوريها لكم دلوقتي للي حابب يشوفها أو يعرفها. دي بقى أزايز كتيرة قوي، يعني بأنواع كتير وأسعار كتير، في ام ديزاين، في حاجات كتيره قوي انا وريتها لكم في اول الفيديو. ودي الحافظات البلاستيك اللي هي اللي بسوسته دي. بس مش عارفه، حاسه ان اسعارها غاليه في كارفور، لان انا سالت عليها قبل كده قالوا لي ب20 جنيه، ففي كارفور تقريبا الواحده مش عارفه ب40 او حاجه كده، فحاسه ان الاسعار غاليه. انا ما ركزتش قوي معاهم لان انا لسه ما جبتش الفايلات، مستنيه المدرسه. بس حاساها، ما اعرفش ان انا 3/4 الحاجات زي ما قلت لكم جايباها اونلاين، فما نزلتش مكاتب كتير، فمش عارفه الاسعار. قولوا لي بقى الاسعار دي كويسه ولا غاليه ولا ايه بتاعه الفايلات دي، مش عارفه، بس انا حسيتها غاليه، انا لسه ما جبتهاش فعشان كده مش عارفه سعرها الحقيقي. والحاجات بقى اللي هي اللي بيطلبوها الكي جي 1 دي، الصلصال والعيون وكل الحاجات دي موجوده هناك، انا شفتها. وشفت التوك، في توك كده انا شفتها لفتت نظري، دي الستيكي نوت تاني. أه بس انا ما اعرفش دي بيجيبوها لايه يعني، بصراحه انا اول مره اشوفها، مش عارفه دي جايه غلط ولا هو انتوا بتستخدموها فعلا. ايوه دي، انا مش عارفه دي بتاعت ايه، برضو اللي يعرف بتاعت ايه يا ريت يكتب لي في الكومنتات عشان الفضول هيقتلني. دي الكتب بقى، بصوا شايفين اللي جنب البرايه اللي انا ماسكاها دي، الكتب دي بتبقى للاطفال الصغيرين خالص، كنت بجيبها اللي انا ولارا وعمر هم صغيرين، موجوده في كارفور، حلوه قوي. وتقريبا الكتاب مش عارفه ب10 جنيه او ب15 جنيه تقريبا يعني، انا شفته. فاللي عايز يجيبها يلاقيها في كارفور، انا لقيتها في كارفور فقلت اوريكم برضو. ودي البرايات دي شكلها عجبني قوي، بس انا برضو جايبه برايات كتير فما مسكت نفسي الحمد لله، وكنت قويه وما قدرتش ما رضيتش اجيب حاجه تاني. فده كان الفيديو بتاع النهارده، يعني جوله سريعه كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون مفيد ليكم. وباذن الله اشوفكم في فيديوهات كتيره قبل المدرسه قريبه ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام عليكم.